مساء الخير يا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم عشانكم اشتقتوا لي. بسوي معكم اليوم تارت الأجبان. سويته معكم كذا مرة، وكل مرة اسويه بيكون لذيذ، واحب ان اشاركه معكم لانه شيء صراحة يسد جوع ولذيذ ويواجه نفس الوقت. بالبداية حطيت 3 بيضات، عليهم نص كوب سكر، عليهم كوب زبادي. أنا قاعد أقيس بالنص كوب، عشان كذا شفتوني حطيت مرتين. عليهم نص كوب زيت، خلطتهم كلهم مع بعض لحد ما حسيت انهم دمجوا، صار لونهم فاتح، يعني انخلطت المكونات كلها مع بعضها. بعدين بنزل عليها كوبين دقيق، ملعقة بيكنج بودر، وذرة ملح. هذه المكونات كلها. طبعا انا احط مع ملعقة حبة سودا، نسيت لا احطها بالبداية فبعدين رشيتها من الاخير. بس بالعموم انا دائما احطها مع العجين، بتعطينا نكهة عجيبة وبتكون مرة لذيذة وفائدتها حلوة طبعا. طبعا هنا خلطت المكونات نفس تقريبا اي كيك تسوونها، بس اخفف الحلا شوي واعتمد على الاجبان. تقدرون انكم تضيفون جبن، انا بدال ما اضيف جبن احط زبادي. طبعا هنا جبت صينية التارت، تقدرون تحطونه في صينية عادية تخطونه، أو مثل ما سويت أنا بالتارت. حطيت بخيتها ببخاخ الزبدة، نزلت الخليط كله، ضربته على الرخام، بعدين جبت جبن مثلثات ووزعت عليه. طبعا جبنة مثلثات أحب أوزع زي كذا، عشان الواحد لو قطع كيك قطعة منها التارت هذا بيكون داخلها الجبنة محشية، فتعطيكم نكهات مرة حلوة، مرة متجانسة ولذيذة. طبعا بعد ما حطيت الجبنة حاولت اني بس انزلها شوي تحت، عشان ما تظل طالعة على سطح التارت. طبعا رشيت بحبة سودا مثل ما قلت لكم، نسيت لحطها مع الخليط ورشيت من فوق. هنا بسوي الصوص اللي بحط عليه. طبعا دخلت الفرن درجة حرارة 200، شغال من فوق وتحت، ياخذ معي تقريبا من 25 ل 30 دقيقة. هنا الخليط الصوص الأبيض 3 ملاعق لبنة، و3 ملاعق جبن، جبن كاسات، جبن سايل. طبعا خلطتهم كلهم مع بعض لحد ما اندمجوا كلهم زين، ما أضفت لهم أي شيء ثاني. تقدرون تحطون بكيس وتخططون زي الحلزوني، أو مثل ما سويت أنا قلبت صينية التارت وخليتها من فوق زي أنت. حطيت خليط الجبنة واللبنة اللي أنا حطيته، وبعدين زينتها. تقدرون تزينونها باللي انتم حابين. أنا حبيت إني زينها بسماق وزعتر وزيتون وحبة سودا، انتم اللي حابين تزينون فيه. تقدرون تضيفون شرايح طماط، تقدرون تضيفون فلفل رومي، تقدرون تضيفون زيت، سماق، زعتر، اللي انتم حابينه. الأهم من شيء هذا أنها لذيذة وسريعة. شيء واجه تصلح مثل الحين بالمدارس أنها تكون وجبة فطور. تقدرون تأخذون تصبير على الشاي مع القهوة العصر. علينا وعليكم بألف عافية. أتمنى أنكم تجربونها، متأكدة بتعجبكم، لأنها صراحة من الأكلات اللي مرت يعني على قولتهم تفك زنقة. عندك ضيف، عندك أحد جوعانة آخر الليل، كل وقت تصير. مشكورين، والله يسعدكم، والله يجعلها هني وعافية علينا. ولا تنسون دعمكم لي بكل حساباتي، وحركة اللايك والاكسبلور وبس والله.